سلام، مساء الخير. بما أنه شهر رمضان ما مازالوش بزاف راهو على الأبواب، جبت لكم اليوم هذا خبز دار اللي بسم الله ما شاء الله روعة، خفيف ريشة، غير بالسميد ما فيش الفرينة خلاص، وراح تحتاجيه مع الشوربة في السحور، أي حاجة مع القهوة حليب يخرج خفيف ريشة كما راكي تشوفي ما شاء الله. شوفي يلا نروحوا مع بعضنا نشوفوا المقادير بالطريقة بالتفصيل، واحتفظي بالوصفة لأنك رايحة تحتاجيها أكيد. شوفي كيفاش في خفيف، هذا راهو بالسميد ما فيش خلاص الفرينة. ويلا نروحوا نشوفوا المقادير كيف كيف. عندنا 2 كيلات تاع سميد، تحبيه عادي ولا متوسط، مغرفة تاع أكل سكر، ومغرفة تاع أكل خميرة. أنا هنا درت بالمغرفة تاع القهوة. نمزجوهم مليح. عندنا نص كاس تاع لاتاي، تقدري تزيدي شوية، أنا ما نحبوش مدسم بزاف. بيضة وزاز دو سيترون، نديرلو قشور القارص، تحبي قشور التشينا، تحبي لافاني كيما حبيتي، تنسميه بأي حاجة وتروحي تمحريهم مليح حتى يدخلوا مع السميد كامل يتبسس ويولي كيما هكا. هنا تجيبي كيلة تاع الماء دافي مع الماء الزهر وتلمي العجينة نتاعك. هنا راه يجيك شوية يابسة، تمحريها هكا تدلكيها شوية وتلميها مليح ونغطيوها، تحصلي على هذه القوام كيما هكا، نغطيوها ونخليوها تريح حوالي 20 دقيقة في مكان دافي طبعا، والماء كيما قلت لك يكون دافي. هنايا رجعت ليها مع الحليب دافي ونبدا ندلك بشوية، هي تشرب وانا نزيد لها الحليب، كل ما تشرب نزيد لها الحليب الدافي وندلكها مليح. نقطع العجينة تاعنا كيما راكي تشوفي حتى تدلك العجينة تاعنا وتترخى في نفس الوقت. هنا نروحو نديرو الملح، نملحو العجينة حسب الكمية تاع العجين اللي عندك، ونكملو نرخفوها وندلكو، نرخفو وندلكو. إذا عندك البيتخا استعملي البيتخا، صراحةً أنا نحب نعجن بيدي، نحب ندلك بيدي، اللي عندها البيتخا تقدر تستعملها، أنا عندي وما نستعملهاش بزاف. ومن بعد هنا اللي تحب السينوج والجلجلانية، أنا زدتلو السينوج والجلجلانية، اللي تحب اللي ما تحبش تقدر ما ديرش، تبقى اختياري الأذواق. وهنا نبقى نخبط في العجينة تاعي كيما هكا ونرخفها حتى تعود كيما هذا هو القوام تاعها. نغطيوها ونزيدو نخليوها حوالي ساعة، ساعة غير ربع يخمر، يطلع العجين تاعنا هذاك مليح حسب الدار تاعك، إذا سخونة ولا باردة دافية. هنا ما بقالي غير نجيب طرف تاع زبدة يكون ثاني بدرجة حرارة الغرفة، خرجيه من الفريجيدار من قبل وخبطي العجينة تاعك كيماك ودخلي فيها هذيك الزبدة كامل باه يجيك أحمر وخفيف. من بعد ندهنو يدينا بالزيت. أنا ملاحظة الكونتيتي اللي درتها راها تجي تقدري ديريها 2 خبزات، أنا درتها 3 بويسك ما نحبش الخبز يكون خشين بزاف كيما درت وكيما شفتوه في البداية هكاك مليح، هذاك يجي طالع بزاف خشين بزاف أنا ما نحبوش. إذا تحبيه خشين سيداتي ما عليك غير تقرصيهم ديريهم 2. هنا جبت بيضة كاملة درت لها لافاني خبطتها مليح. هنا ديسينيه، كاين ساعات كي يطلع مليح ما تقعدش الديسان باينة وتزوقيه من فوق، ديكوريه سينوج جلجلانية كيما حبيتي. وكان هذا هو الخبز دار تاعنا. أنا هذه الأخرى درت لها لي بيرل دو سكر باه نخليه للسحور نسحر بيه، هذو اليامات راني نصوم، جات مع القهوة حليب ما شاء الله. وشوفي لي هذيك الخفة. وما بقالي غير نقولكم تبقاو على خير ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة. وما تنساوش إذا عجبكم الفيديو خليوا لنا تعليق شباب وجام وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ونتلاقاو بإذن الله في وصفة جديدة. ونخليكم تشوفوا كيفاه، شوفي الخفة ما شاء الله. إلى اللقاء.